أعزائنا المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلتقي مع النجم السوري المحبوب ونجم الوطن العربي الأستاذ باسم. أهلا وسهلا ومبروك على الجائزة. الله يخليك، شكرا. الله يبارك. أولا قول لنا بقى زيارتك بقالك قد إيه في مصر الأول، وإيه اللي أنت شايفه في مصر؟ لا أنا حاليا جيت بس للمشاركة بفعاليات المهرجان، وأنا يعني مقيم في دبي حاليا، وعم صور مسلسل في لبنان، لكن جيت من أجل المشاركة في فعاليات المهرجان. المهرجان هو فرصة للتواصل، لتلاقي مختلف الكوادر اللي بتشتغل في مجال الدراما، في مجال الفن. هو فرصة لتقييم بعض الأعمال من خلال وجهات نظر محددة، تكريم بعض الأسماء المرموقة والهامة في مجال العمل الفني، وهو أيضا تظاهرة فنية جميلة. كما تعودنا أن مصر تحتضن الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية. أهم محطة في محطاتك الدرامية اللي بينت نجومية حضرتك للمشاهد الوطن العربي كله. والله ولا يوجد محطة، لا يوجد محطة. ما فيني أنا أقول عمل صنع باسم ياخر، هو لم يصنع باسم ياخر عمل، هو صنعتني كباسم ياخر، صنعتني مجموعة من الأعمال، مجموعة من المشاركات، إن كان في الأعمال التاريخية ولا إن كان في الأعمال الاجتماعية أو حتى الكوميدية. فأنا أعتقد أنه أنا مسيرتي الفنية مسيرة طويلة وكانت صعبة وكانت لم تكن بالسهلة، وكثير من الأعمال هي اللي ساهمت في صنع اسمي. هل المحطة الكوميدية في أعمالك الدرامية هي أهم محطة؟ يعني من المحطات الهامة. أنت محبوب جدا. ليست هي أهم محطة، ولكن هي من المحطات الهامة. أنا أحب الكوميديا، وأعتبر أن الكوميديا لعبت دور كبير في انتشاري في بلدي. حلم بتحاول تحققه إن شاء الله من خلال الدراما؟ نقرب أرواح السوريين من بعضهم البعض، ونقرب هذه المسافات المؤلمة وهذا الانقسام الاجتماعي الكبير، أن نستطيع فعلا أن نقوم يوما ما بردم هذه الهوة وبتقريب وجهات النظر من خلال الدراما ومن خلال رسالة الفن. أستاذ باسم، هتقول إيه للجمهور الوطن العربي والجمهور المصري بصفة خاصة في نهاية اللقاء؟ بتمنى أنه تكون الأوضاع أفضل ببلادنا، بتمنى أن يعود الفن إلى سابق عهده، رسالة لتقريب أرواح الناس ولتقديم المتعة الجميلة في جو مليء بالفرح والطمأنينة، بعيدا عن هذه الوحشية وهذه الهمجية وهذا الإرهاب الذي نشاهده وهذا التقسم والتفكك. شكرا جزيلا.